when you want to relax, like what do you have fun doing? Video games. Oh, what's that? Video games. Video games. You're a big gamer. Since I'm a kid, I love it. Really? Yeah, it disconnect me from reality. تخيل معايا بلد من سنين كان اسمها مرتبط بالبترول، بالحج، بالصحراء والحر. دلوقتي نفس البلد بقت بتصرف مليارات على ألعاب زي فيفا وكال اوف دوتي. مش بس كده، دي ناوية تبقى العاصمة العالمية لألعاب الفيديو. والسؤال هنا إيه اللي بيحصل؟ هل السعودية داخلة المجال ده لمجرد الترفيه؟ ولا ورا الموضوع ده خطة أعمق بكتير؟ في الفيديو ده هنكشف لك أسرار اللعبة اللي بتلعبها السعودية، اللعبة اللي ممكن تقلب شكل الاقتصاد والسياسة وحتى الثقافة في العالم العربي كله. تعال نحكي الحكاية من الأول واحدة واحدة. ركز معايا في الفيديو ده وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب انتوا بتتعاملوا مع ناس كبار. من أكتر من 50 سنة كانت السعودية دولة بتعتمد على مصدر دخل واحد، النفط. ولما كان سعر البترول بينزل اقتصادها بيتأثر بشكل مباشر. ولما حصلت أزمة 2014 ونزلت أسعار النفط بشكل كبير، القيادة السعودية فهمت إن المستقبل محتاج تنويع. ومن هنا بدأت تظهر رؤية 2030. الرؤية دي مش مجرد خطة اقتصادية، دي محاولة لإعادة تشكيل الهوية الاقتصادية للمملكة بالكامل. لكن المفاجأة كانت إن من ضمن القطاعات اللي السعودية قررت تستثمر فيها بشكل ضخم هو قطاع ألعاب الفيديو. على الرغم إن ده ممكن يبدو للبعض مجرد وسيلة ترفيه، إلا إن الأرقام بتقول العكس. سنة 2023 حجم صناعة الألعاب عالمياً وصل لأكتر من 300 مليار دولار. ده أكبر من السينما والموسيقى مجتمعين. كمان الجيمنج بقى له جمهور عالمي بيزيد بشكل يومي، وأغلبهم من فئة الشباب اللي بيمثلوا مستقبل أي دولة. السعودية فهمت المعادلة دي كويس وبدأت تتحرك علشان تبقى مش بس موجودة في السوق، لأ، تكون رقم واحد فيه. وفي نفس الوقت اللي الدول التانية كانت لسه بتناقش قوانين ترخيص الألعاب، السعودية كانت بتبني أكبر بطولة للألعاب الإلكترونية في العالم في قلب الرياض بجوائز بتوصل ل70 مليون يورو. يعني ما كانش تحرك عشوائي، دي خطة محكمة فيها استثمارات وتخطيط ورؤية واضحة. ناس كتير افتكرت إن اهتمام محمد بن سلمان بألعاب الفيديو نابع من شغفه الشخصي، وده جزء من الحقيقة. فعلا هو بيحب ألعاب الفيديو وبيتابعها. When you want to relax, like what do you have fun doing? Video games. Oh, what's that? Video games. Video games. You're a big gamer. Since I'm a kid, I love it. Really? Yeah, it disconnect me from reality. So, and there's a big video game part of your ministry, right? There's a out of sports. Esports is one of the most important things happening globally. It's the most one of the most growing industry in the planet. It grows by 30% every year. So the return of PIF investment every year we have 15 to 25% of profit. So it's really amazing and we don't want to miss that. لكن لما الموضوع يتحول من شغف شخصي لاستثمارات بمليارات، يبقى في حاجة أكبر بتحصل. من هنا بدأ يظهر مصطلح الجيمنج الوطني في الإعلام السعودي. يعني الدولة مش بس بتدعم الألعاب، دي عايزة تبني نظام بيئي كامل حوالين الصناعة دي. السعودية بدأت تدعم الشركات الناشئة في المجال وتبني مراكز تدريب للمهارات التقنية، وتستضيف مؤتمرات دولية زي مؤتمر مملكة الألعاب اللي اتعلن عنه مؤخراً، واللي كان واضح جداً من اسمه إنه مش مجرد تجمع الهواة، لأ، ده إعلان واضح إن السعودية ناوية تبقى المركز العالمي لصناعة الألعاب. وده مش استثمار مؤقت، ده جزء من خطة طويلة المدى هدفها تحويل المملكة لمركز جذب للشباب والمواهب والمستثمرين في مجال الألعاب. وده بيخدم كذا هدف في نفس الوقت، اقتصادي من ناحية لأنه بيدر دخل كبير، وثقافي وسياسي من ناحية تانية لأنه بيخلق صورة جديدة للسعودية كدولة حديثة ومواكبة للعالم. اللي ملفت للنظر كمان إن السعودية ما اكتفتش بإنها ترعى البطولات أو تستضيف فعاليات، لأ، بدأت تدخل كشريك ومستثمر أساسي في شركات ألعاب عالمية. وده اللي يقودنا للفقرة اللي جاية. لما السعودية اشترت حصص في شركات زي SNK اليابانية، أو لما دخلت بقوة في محاولة الاستحواذ على EA Games،
الناس بدأت تسأل إيه الهدف الحقيقي؟ وليه السعودية مهتمة تمتلك شركات الألعاب نفسها؟ الجواب بسيط ومخيف في نفس الوقت. اللي بيملك اللعبة يقدر يتحكم في القصة اللي بتتحكي. EA جيمز مش شركة ألعاب عادية، دي الشركة اللي ورا فيفا وباتل فيلد ونيد فور سبيد. لو السعودية امتلكت EA تبقى مش بس بتدخل سوق الجيمنج، دي بقت بتتحكم في المحتوى، في الصور، في القصص، في القيم اللي بتوصل لملايين اللاعبين حول العالم. وده اللي بيسموه في السياسة القوة الناعمة. من الناحية التانية، السعودية بتستثمر مليارات في الرياضات الواقعية زي كرة القدم، فورمولا 1 وMMA. لما تمتلك كمان ألعاب بتروج لنفس الرياضات دي، تبقى خلقت حلقة مغلقة من التسويق المتكامل. انت بتمتلك النادي والبطولة واللعبة اللي بتخلي الناس تحب النادي والبطولة. تقدر تقول السعودية بتبني منظومة ترفيهية متكاملة بتشتغل في الواقع وفي العالم الافتراضي في نفس الوقت. وده مش خيال، دي خطة مدروسة ماشية على أكتر من محور، وبتحرك مليارات، وبترسم مستقبل ممكن يغير شكل الترفيه في العالم كله. من أهم الحاجات اللي خلت السعودية تدخل عالم الألعاب بقوة هي إدراكها إن الجيمنج مش مجرد ترفيه، ده مجال مليان رسائل، قيم، وثقافات بتتنقل من خلال القصص والشخصيات والعوالم. اللعبة اللي بتقضي فيها 50 ساعة ممكن تكون أثرت عليك أكتر من فيلم مدته ساعتين. ليه؟ لأنك مش متفرج سلبي، أنت مشارك، بتتحكم وبتعيش. ومن هنا الجيمنج بقى وسيلة لتسويق الأفكار، ومش لازم تكون الأفكار دي سياسية بشكل مباشر. مجرد إنك تعيش جوه لعبة فيها مدينة مستوحاة من مدينة حقيقية، أو تشوف شخصيات معينة بتتكلم بلهجة معينة، ده كفيل إنه يغير نظرتك للمكان ده. وده بالظبط اللي السعودية عايزة تعمله. هي مش بس عايزة تعمل ألعاب، لأ، عايزة تعمل ألعاب فيها طابعها، ثقافتها، لغتها، ورؤيتها. وده فعلا حصل في لعبة City of the Walls اللي أطلقتها SNK بعد استحواذ السعودية عليها. اللعبة دي كان فيها كريستيانو رونالدو وحملة تسويقية ضخمة، ومع ذلك ما حققتش النجاح المتوقع. ده بيورينا إن الجيمنج مش بس فلوس، لأ، لازم يكون في فهم حقيقي للثقافة واللاعبين. لكن التجربة دي ما تعتبرش فشل، بالعكس، دي خطوة أولى في طريق طويل، واللي جاي ممكن يكون أقوى بكتير، خصوصاً لو السعودية قدرت تخلق هوية خاصة بيها في عالم الألعاب. رغم كل الضجة اللي حواليها، ورغم إن حجم سوق الألعاب بيوصل لأرقام فلكية، إلا إن النجاح في المجال ده مش مضمون. السوق ده بيشهد تقلبات كبيرة جداً، خصوصاً بعد الطفرة اللي حصلت أثناء فترة كورونا، لما الناس كانت قاعدة في البيت وكل حاجة أونلاين. الشركات حققت أرباح غير مسبوقة، لكن بعد الجائحة رجع السوق يستقر، والمنافسة زادت، والشركات بدأت تعاني. ناس كتير شايفة إن السعودية دخلت السوق في توقيت مش مضمون، في الوقت اللي شركات كبيرة زي أكتيفيجن ويوباي سوفت كانت بتسرح موظفين، والمستثمرين بدأوا يقلقوا من تضخم السوق. المملكة قررت تضخ استثمارات ضخمة، دي مخاطرة، بس في نفس الوقت ممكن تبقى فرصة، لأن وقت ما السوق بيكون راكد أسعار الشركات بتكون منخفضة، والاستحواذ بيكون أسهل. لكن التحدي الحقيقي مش في الفلوس، التحدي هو هل السعودية تقدر تبني استديوهات تقدم محتوى ينافس عالمياً؟ هل تقدر تفهم عقلية اللاعب الغربي والياباني والآسيوي؟ هل تقدر تحط بصمتها في لعبة تعلق في دماغ الناس؟ كل دي أسئلة مفيش إجابة واضحة عليها، بس اللي واضح إن السعودية مش جاية تهزر، وجاية تجرب، حتى لو التجربة مش دايماً ناجحة من أول مرة. كل ما المملكة بتتوسع في الجيمنج، كل ما السؤال ده بيزيد: هل السعودية بتتحكم في المجال، ولا المجال هو اللي بيتحكم في صورتها؟ لأنك لما تدخل صناعة زي دي ما ينفعش تبقى نص نص، لازم تفهم عقلية الجيمرز، ولازم تبني محتوى مش بس بيعبر عنك، لكن كمان يكون جذاب عالمياً. في مخاوف حقيقية إن المملكة تحاول تفرض رؤيتها على الألعاب، أو تدخل عناصر رقابية تقليدية في صناعة طبعها حرة ومتمردة، وده ممكن يصطدم مع الثقافة العالمية للجيمنج. في المقابل، في توقعات إن السعودية ممكن تقدم نموذج جديد، ألعاب فيها عمق ثقافي حقيقي من غير ما تبقى مملة أو موجهة. الموضوع محتاج توازن دقيق، ولازم السعودية تخلق هوية خاصة بيها من غير ما تقع في فخ الدعاية المباشرة أو محاولة السيطرة. وده يتحقق بس لو الاستديوهات اللي بتديرها المملكة اشتغلت مع مبدعين عندهم حرية ومساحة يعبروا عن نفسهم، وفي نفس الوقت يحترموا الخصوصية الثقافية للبلد. في النهاية، اللي بتعمله السعودية في عالم الجيمنج مش مجرد استثمار، دي محاولة لإعادة تعريف الدولة نفسها، من دولة كانت دايماً معروفة بالماضي لدولة بتحاول ترسم لنفسها مستقبل مختلف. والسؤال الحقيقي مش إذا كنت هتنجح ولا لأ، السؤال هو لو نجحت ده هيغير إيه في شكل العالم العربي. الجيمنج مش بس بيأثر على الاقتصاد، ده بيأثر على الثقافة، على العقول، على الهويات، واللي يقدر يتحكم في اللعبة يقدر يتحكم في الحكاية.
السعودية دلوقتي بتحاول تكتب الحكاية بطريقتها، ويا تشد جمهور جديد يا الجمهور يدور على لعبة تانية. قولي في الكومنتات، لو انت مكان صناع القرار كنت هتراهن على الجيمنج ولا كنت هتخاف من المخاطرة؟ وهل تتوقع فعلا ان السعودية تبقى المركز العالمي لصناعة الألعاب ولا لسه الطريق طويل؟ بس كده. وزي ما بنقول دايما على قناة علشان لو حد سألك، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا انك كملت معانا لآخر الفيديو. لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر؟ تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله إنه حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب